هلا وغلا، وكل عام وانتم بألف خير. عيدكم مبارك وعساكم من عواده. سويت لكم قيمر عراقي بطعمه المميز بدون إضافات، لا كريمة ولا نشا، وبس الحليب وحده، يعني حليب صافي. استخدمت هذا النوع من الحليب، نسبة الدهن الموجودة بيه 5.5. أبقى أحركه بطريقة سريعة إلى أن تطلع الفقاعات كلها وتتشكل على سطح الحليب. أنزله بقدر وأخليه على نار وسط، وأستخدم المشبك وأبقى أحرك الحليب إلى أن تطلع كل الفقاعات، واستخدم كوب بهذا الشكل. وبقيه على النار الوسط وأبقى أتابعه قبل الغليان، يعني انتبه على هاي الحواف الحليب من تبدي تتحرك أطفي النار وأحوله على العين الصغيرة اللي نخلي عليها الشاي، وأنصيه إلى آخر شي مدة 10 إلى 15 دقيقة، وبعدين أتركه يبرد وأدخله بالثلاجة وأنتظر الثاني يوم. أبيته يعني بالثلاجة، وثاني يوم طلع لي بهذا الشكل. ما شاء الله، يعني تجربة كلش حلوة والنتيجة مفرحة. ما شاء الله، شوفوا لي على هذا القوام والسماكة، وعليكم بألف ألف عافية. يسعدني رأيكم، ولا تنسونا بالإعجاب والمشاركة.